دكتور عراقي حتى تثبت صحة ادعائك. هاي مسألة. المسألة الثانية نعطيك المايك ونحترم وجودك بشرط أن تحاور بأدب، لأن حقيقة أنا عندي مسألتين، الوهابي لا تجد عنده آدب. المهم حاليا أنت تتكلم في الحجة وأنا أسألك سؤال وسمع الغرفة مالتك. هل حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد استشهاده مستمرة أم منقطعة؟ لا تظل تفر منا وتدير منا، جاوبنا على هذا السؤال. تتكلم على الحجة وأنا أسأل حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستمرة أم انقطعت باستشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جندب أقدم لو تاخذ المايك يا أستاذ جندب. اللهم صل على، تفضل جندب لك المايك. قد ما خليه يجاوبنا. شوف الحجة بعد قطعة من الحجة؟ أبو هريرة حجة ممكن، ما أعرف. تفضل جندب لك المايك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الآن عندك سؤالين: تثبت أنك دكتور، لأن أنت ادعيت قلت أنا دكتور وليس دكتور العراقيين. وثانيا تثبت من هو الحجة بعد رسول الله، وهل الحجة انقطعت؟ ايه اصبر ما كفاكم بغرفكم، اصبر بس كلام اصبر. ايه هسه راح من ضحكت راح اقدمك، يعني انت هسه ارتاحت، قبل شوي كنت معصب. ريح من سمعت تتكلمون كثير ضحكت. ريح، يلا اخذ المايك، تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جندب، انت جيت اعلان حطيته في الغرفة وتقول تعالوا وحاوروا في هذا الامر، صح ام خطأ؟ وجئت بناء على هذا الامر. الان تريد ان تحاورني في شهادتي في علميتي. نحن نحاور في الدين وليس. يا أخي ببين حتى نعرفك كاذب أم صادق. بين أنك دكتور، أنت ادعيت قلت أنا دكتور، نريد نبين أمام الناس هل أنت دكتور ادعيت، من بعد نحاور. صدقني الغرفة موجودة وإحنا موجودين يا ناس، والأخ علي حسين موجود وأنا موجود وكلها موجودة ترى، بس نريد نعرف. أنت قلت أنا دكتور وليس دكتور جميع العراقيين، دكتور عراق. يلا تفضل لك المايك، أجبنا هل دكتور أنت أم تكذب؟ يلا تفضل لك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنت ليش خايفين يا جندب؟ ليش خايفين؟ تحاورون في الأشخاص أم في الدين؟ ليش خايفين؟ خليك شجاع. أنت وضعت إعلان وقلت أنا شجاع، خليك شجاع يا رجل إن كنت كذلك. تريد الآن أجاوبك على سؤال من رخصة جندب. نحن شجعان غصبا عنك، سمعت له لا؟ احنا من رخصتك جندب، من رخصتك عراقي. اولا نحن نريد ان نتأكد من المحاور مؤهلاته. انت شخص نكرة، حي الله من ذول الاجيرين اللي الوهابية يستعملوهم، تباع وتشترى لا اكثر ولا اقل. انت حجمك ماكو حجم الوهابية، مثل الكلب تعطيه عظم، حجمك على مقدار الطعم مالتك. اسمعنا، هاي عبرناها لك. الان لم تستطيع ان تثبت انك دكتور، واحد من الشارع، هاي انتهينا من عتها. الآن جاوبني ومن رخصة الأستاذ الغالي جندب. نعم، وسؤالنا مرتبط بالإعلام. هل حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستمرة أم منقطعة بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل، هاي أول نقطة فضحناك بها وسجلناك، والتسجيل إن شاء الله اليوم ينزل بهذا اليوتيوب. انتهينا من هاي المسألة. الآن جاوب، هل حجة رسول الله مستمرة أم منقطعة بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضل أجب، لا تشرق ولا تغرب واترك العنتريات. الآن تحورون في الشهادات في العلمية يا رجل، من العيب والله من العيب هذا. هذه غرفة للحوار الديني. طيب اعطيني مؤهلات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تظل تشرق وتغرب، نعطيك الفرصة بالحوار في مسألة الشهادة العلمية إن استطعت أن تثبتها. انتهينا من هاي النقطة. الآن
تكلم في موضوعنا. الآن تكلم، وإذا ما تتكلم وتظل تتكلم تهريج، ثق بالله امسح بك الغرفة هنا، ثق بالله امسح بك الغرفة. الآن تكلم وأجب. هل الحجة مستمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل لك المايك. يا علي الحسيني ليش تنقط؟ لويش خايفين؟ لويش خايفين؟ غريبة بصراحة. إذا كنت تحاور في هذا الأمر يا علي الحسيني، أعطيني أعلمية السيستاني ودين السيستاني ونسب السيستاني. تستطيع؟ والله لن تأتي بي. أولا النسب السيستاني أشرف من جميع نسب صحابتكم، لأن كل صحابتكم أبناء سفاحة، وأولهم معاوية خال المؤمنين، أمه هند بنت عتبة، ما شاء الله على هند بنت عتبة، وأبا بكر أمه ابنة أخو أبوه، يعني أبو عتيق متزوج بنت أخوه، وعمر ابن صهاك، وما أدراك ما عمر بن صهاك. تريد أنسب لك بعد؟ تريد لو لا؟ فلا تتكلم على الشرف وعلى هاي الأمور. انسبوا أنفسكم لمن وانسبونا لمن؟ نحن ننتسب للطاهرين وأنتم تنتسبون للبغايا. هند وصهاك وسجاح وبعد هاي مريت نقدر اسماع الغرفة. نحن كبرى. فاطمة بنت أسد، اترك الكلام الفارغ والآن جاوبني. حجة رسول الله مستمرة أم منقطعة بعد استشهاد رسول الله؟ خليه لا يتكلم، لا يخرج خارج الموضوع. مستعد أعطيك ساعة تتكلم على المايك، ثق واعتقد، ساعة تتكلم على المايك على السؤال. من هو الحجة بعد الحجة رسول الله مستمرة أم منقطعة بعد استشهاد رسول الله؟ تفضل لك المايك. يا رجل انزل من المايك. لويش خايف؟ انزل من المايك. ما تعرف تنزل من المايك؟ اعلمك شلون تنزل من المايك. الآن هل تريد أن تحاورني في الشهادات أم تريد أن تحاورني في الدين؟ حدد، اكتب لي على التكست. ها يا علي الحسيني، هل تريد حواري في الشهادات أم تريد أن تحاورني في الدين؟ جاوبني، عن أيهم تريد؟ جاوبتك وكتبت لك، بس الظاهر انت احول ما تشوف. قلت لك انت اختار، تريد الشهادات ام تريد الدين؟ شو اسوي لك؟ شوف الان جاوبني. اترك الشهادات، الشهادات انا اعرف ماضيه كل زين. اترك الشهادات واعطيك اياها ان شاء الله. جاوبني على سؤالي، جاوبني على سؤالي. الان حجة رسول الله مستمرة ام منقطعة بعد استشهاد؟ ادري ما عندكم جواب، قول فقط تنبعون من بعيد بغرفكم. جابون، خل نسمع. يلا انا اعطيك الوقت، اسمع، اعطيك الوقت او عهد قدام الاخوان، اخليك تتكلم لما تبربر تشبع تاخذ راحتك، بس شنو بشرط في الصميم في السؤال ان يكون جوابك ضمن السؤال فقط. هل حجة رسول الله مستمرة ام منقطعة؟ اذا قلت انها مستمرة تعطينا الدليل. شوف رجلي. تفضل لك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحاور في الدين يا علي الحسيني، أنا أحاور في الدين إذا كنت تلتزم بهذا الأمر. يقول الإعلان الآن والسؤال اليومي من غرفة مدينة العلم لأتباع الحركة الوهابية: ما هي أفضلية أبو بكر وعمر؟ أتحاور في هذا أم لا؟ أتحاور في هذا أم لا؟ أو أنكم مسحوبين من هذا الإعلان؟ قل لي أننا مسحوبين من الإعلان وانتهى الأمر. أنا جيت بناء. لا بأس لا بأس لا بأس، ماكو إشكال ماكو إشكال. تفضل، هذا سؤالنا وتفضل حاور. يلا لك المايك، تفضل حاور. من أطلب منك المايك رأسة تنزل. زين، تفضل، هذا سؤالنا وهذا الإعلان، تفضل جاوب. اثبت لنا أفضلية أبا بكر على باقي الصحابة. تفضل لك المايك. طيب ممتاز، هذا هو سؤالكم وأنا أتيت بناء على السؤال. ممتاز. الآن تعطيني وقت ولا تنقر.
ومتى تريد المايك أعطيك المايك. الآن سؤالي لك يا علي حسين، هل علي بن أبي طالب وقوله حجة عليك تأخذ به، هل علي عندك صادق أم أنك تطعن في كلام علي؟ لك المايك يا علي، أجب. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف الجواب الشيخ. بالنسبة للأقوال التي وصلت إلينا التي نسبت إلى الإمام علي، نحتاج الشواهد التي تثبت صحتها، لأن لا أنت ولا أنا عاصرنا الإمام علي سلام الله عليه حتى نأخذ الدين ونأخذ الكلام من الإمام علي سلام الله عليه. ولا أنت ولا أنا ولا جميع المسلمين عاصروا، اسمع خلي أكمل، عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذون الدين منه مباشرة. الدين لم يؤخذ من الأصل بل أخذ عن طريق النقل، فما دام الكلام وصل إلينا عن طريق النقل يحتاج إلى الشواهد القرآنية والشواهد العقلية والشواهد العلمية التي تثبت صحة الكلام الذي ليس له شاهد قرآني لا نلتزم به. الآن بماذا فضلتم أبا بكر على باقي الصحابة؟ تفضل أعطينا قرينة واحدة، ولا تأتي وتقول قال الإمام علي أبا بكر صاحبي الغار، من هذا الكلام الفارغ. هذا الكلام نزعه بالغرفة وتعال. أعطينا موقف واحد فقط موقف واحد لأبا بكر فضلتموه على باقي الصحابة. تأتي الحديث أطلع لك مين شاهد قرآن ما يتناسب ويا هذا الكلام. تفضل لك المايك. طيب السلام عليكم. أول شيء على الحسين أن تلتزم بآداب الحوار وتلزم من معك بآداب الحوار. اللي كاتب الله حامي الشريعة، انت ما تعلمنا الادب، سمعت له لا؟ اصغر شيعة اشرف وادب من كل وهابي، سمعت لا؟ اخوان رجاء اتركوا، خلوا معي رجاء، خلوا معي، لا تتكلم الادب، احنا نعلمكم الادب. هاي وحده. الان نرجع للموضوع، انا راح الزم لك التكس ولا يهمك. نرجع للموضوع حاليا. سألتني سؤال، هل تلتزم بقول الامام علي؟ اعيد الجواب لك. نلتزم بقول الإمام علي لا أثبت له شواهد قرآنية، خايطتك إياها. ثانيا نريد موقف واحد لأبا بكر فضلتموه على باقي الصحابة. تفضل لك المايك يا حبيبي. بإذن الله. طيب على العموم أنت ترى أو الجميع يرى ماذا يكتب على التكست. أنا لم أتجاوز وتجاوز علي في التكست، لكن لا بأس أتجاوز الموضوع لكي لا تهربون من الموضوع. أنت تقول كلام علي ليس حجة علي، وعلماؤك يقولون عن كتاب نهج البلاغة أنه إذا ما تفهم الكلام نعلمك الكلام. إخوان أنا سمعت كلام الإمام علي ليس حجة عليه، قلت الكلام الإمام علي لم نأخذه من الأصل، فالكلام نقل إلينا، كلام رسول الله وكلام الإمام علي والدين نقل إلينا، فنحتاج إلى شاهد يصحح كلام الإمام علي، ونحتاج إلى شاهد قرآني يصحح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك افهم الكلام، عليك أولا أن تثبت الشاهد لصحة كلام الإمام علي. نريد الشاهد القرآن. شو اسوي لك أنت ذا البديهيات ما تعرفها؟ أنت وأنا لم نلاقي الإمام علي ونسمع الكلام من الإمام علي مباشرة، لا، نقل إلينا الكلام، وما شاء الله السلطات الأموية والسلطات العباسية والطغاة أسلافكم فعلوا ما فعلوا. وهذا الأسلوب اللي تنتهجه الشيعة الإمامية أعلى الله مقامهم، يتأكدون من الحديث له شواهد قرآنية، يقبله العقل البشري، تقبله الفطرة الإنسانية، له شواهد علمية. تفضل أجبني الآن، هل الأحاديث التي وجدت عندك لها شواهد قرآنية تثبت صحتها؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يا عراقي، اعطينا يعني معجزة هي والله مصيبة، صدعت رؤوسنا 1400 سنة أبا بكر الصديق وأبا بكر الصديق، اعطونا موقف واحد لأبا بكر هسه شنو معجزة هي؟ تفضل لك الماء جاوبني، ولا تقولني. جندب ارفع يدك، كان معذرة صار عندك انقطاع، خلينا نشوف جندب لأنه هو المدير ويقدمك، ونعطيك الوقت لا تخاف، ثق بالله أعطيك الوقت زين، وجندب يعطيك الوقت بشرط وانا هرب خرج
بعد جايب له حديث يستاهل. اي لا كان ينقل، انا اعرف كان ينقل غرفته مخرج غسلته هو غرفته. عليه السلام ينقل. سمعت عن نهج البلاغة، ما شنو اللي كان ينقله علي فقط؟ شنو اللي كان ينقله؟ مشكلة صار عندنا. اي تفضل لك المايك. هذا دخل ابن العراق. انا ليش اخرجت ابن العراق؟ ليش اخرجت؟ نكرر السؤال قبل لا اسلم المايك للاستاذ جندب. تعطينا الشواهد القرآنية التي تثبت صحة الكلام. هاي وحدة ما شاء الله. اي والسؤال الثاني موقف واحد، موقف مو اكثر. موقف. تفضل جندب لك المايك. قدمه. لا هو ما جاب شيء، هو الرجل ما جاب شيء. جندب تسمعني؟ جندب الظاهر جندب ما يسمعني. جندب تسمعني؟ تفضل جندب. هو ما جاب شيء، عدة كم حديث ذني سامعين نهج البلاغة وكم حديث حاطني بجيبه يريد يسمع لي اياها. تفضل جندب. معذرة استاذ ابو النور، نشوف جندب ولك المايك. تفضل جندب لك المايك وقدم ابن العراق. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. عراق تسمعني؟ أنا صار عندي انقطاع، فقط سمعتك تنقل عن نهج البلاغة قول الإمام علي. لا فقط اكتب لي على التكست فقط، يعني هذه المداخلة عندي، ما عندي شيء، فقط هذه المداخلة. أنت الآن تنقل من نهج البلاغة. أي بس رجاء أبقى في هذه النقطة، أريد أسمع. أي أنا أسجل، ما يخالف، سجل براحتك، بس أنا حتى يسمع التسجيل والإخوان حتى يسمعون، أريد ماذا نقلت عن الإمام علي في نهج البلاغة. تفضل لك المايك على هذه النقطة. نعم تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. طبعا علي الحسيني ماذا قال؟ فقط أعطيني مجال يا جندب واسمع الجواب، لا تنقط يا رجل، خليني أكمل جوابي ومتى ما تريد المايك أعطيك إياه. طيب لا تنقط. علي الحسين ماذا يقول؟ أن كلام المعصوم يحتاج إلى الأدلة لبيان صحته. إذن يا شيعة مشكلة هذه، إذا دينكم يحتاج للعقل لكي يصحح كلام المعصوم هذه طامة. علي الحسين يقول أن كلام المعصوم يحتاج للأدلة العقلية والنقلية لكي يثبت صحته. الله المستعان. طيب الآن أنا آتيك بكلام وانقضه. الشيعة تقول عن كتاب نهج البلاغة أنه كلام لعلي وكلامه فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق. وعلي بن أبي طالب يقول، اسمع ماذا يقول. يقول خلافه إنه لصاحب هذا الكتاب يجب أن تشمروا بالزبل أنتم. يا غبي، أنا من ادعيت أنه غير مسند أم أنت؟ يا غبي يا جاهل، يا غبي يا جاهل. إذا عندك غير مسند شلون تحتج بيه علينا؟ لك أنت وين لك دكتور بيطري؟ أنت لو غبي دكتور بيطري، يا دكتور غبي، لك أنت روح للزبالة وأمثالك. يقول غير مسند، شلون جاي تحتج بيه علينا ذا غير مسند؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو لك يا غبي، ابن أبي الحديد من أهل السنة وكان يحتج بالنهج البلاغة، فالآن يأتي الغبي ويقول غير مسند. غير مسند يا غبي، حتى علماء كذبتهم الآن أنت. تفضل لك المايك، أجب عن ابن أبي الحديد المعتزلي من أهل السنة، هل كان يعتقد بنهج البلاغة أم لا؟ تفضل لك المايك.
ليش بطلت ما تاخذ مايك؟ ليش بطلت الآن ما تاخذ؟ ارفع عنا التنقيط اخوان، ارفع عنا. اي لك المايك، تفضل. طيب انت لويش ما ترفع النقطة؟ انت لويش خايف؟ ثانيا من آداب الحوار أن تلتزم بالأخلاق. أنا أعرف أنت متورط وتريد فقط تنهي الحوار، أعرف فيك متورط والله يا جندب، أعلم بهذا، واضح؟ والله أعلم بهذا. هذا الغلط مالك على المايك والكلمات السيئة. انت اللي تورطت، انت اللي خالفت علمائك وقلت ان نهج البلاغة غير مسند. خلي ارفع عنك. ارفع. علي حسين تسمعني؟ علي حسين والله لك المايك. طيب السلام عليكم. أنا أولا يا جندب كتاب نهج البلاغة ما ألف به حد، واضح؟ ما يهمني كتاب نهج البلاغة ولا أعتبره، هذا حجة عليك وليس علي. يا أثول تدعي الأخلاق وأنت عديم الأخلاق، تدعي الأخلاق وأنت عديم الأخلاق يا أثول. لو تتكلم بالأخلاق تخليني أتكلم وياك بالأخلاق، لو تصير غبي أتكلم وياك بالغباء حتى أصير مستواك هم غبي، فهمت؟ يلا تكلم كلام جيد. هذا نهج البلاغة نجله ونحترمه ونقدره، ومن كتبنا المعتبرة، ليس مثلكم كل ما جاء في الكتاب البخاري وصحيح مسلم من الجلدة إلى الجلدة هو صحيح، لا مو مثلكم احنا. يلا تكلم بأسلوب جيد، لك المايك. طيب السلام عليكم. سألتزم ما دمت تلتزم بهذه قلت الأخلاق، سألتزم معك. سمعتم يا شيعة ويا سنة أنه يقول أن كتاب نهج البلاغة كتاب معتبر عنده ويجله ويحترمه. طيب كيف قبل قليل ضربت به عرض الحائط؟ غريب أمرك يا جندب، قبل قليل تقول ما أخذ به والآن تقول محترم ومعتبر. طيب ملك. لا شفت الآن قولتني، شفت الآن قولني، هو الآن بدأ يدلس. أنا قلت أن الشريف الرضي قد نقل بعض من تلك الخطب من تاريخ الطبري، ليس كل ما جاء في نهج البلاغة هو صحيح، هذا الذي قلناه الآن، هذا الذي قلناه. كل كتبنا نقول أنها ليست كلها صحيحة من الجلدة إلى الجلدة ما عدا القرآن، ليس مثل مسلم، صحيح مسلم والبخاري. القرآن فقط صحيح من الجلدة إلى الجلدة. افهم ما يقول الشيعة وأنت تعلم ذلك، وأنت تعلم ذلك. تفضل لك المايك، لا تقولني. يلا خذ المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ألم تقل أنت الآن أنك تجله وتحترمه؟ هل تحترم قول علي الذي جاء في نهج البلاغة اللي نزلت لك إياه أم تضرب به عرض الحائط؟ ما عندي مشكلة، بالضبط هاي المشكلة. الحديث اللي ما يعجبهم يقولون عنه ما نحبه ما نريده، هذا مو صحيح يا جندب، ليس هذا منهج. أعطيني منهجكم يا شيعة في نهج البلاغة، أعطيني منهجكم في نهج. ممتاز. الآن هذا القول هل هو لعلي بن السؤال؟ لك المايك. يا الله يا الله. شوف اخوان، انا هذا كله عندي الجواب، بس الان راح ابين كذبات هذا الرجل. الان ينقل من شرح ابن ابي الحديد هذه الخطبة وهي ليست من نهج البلاغة. الان هو ينقل من شرح ابن ابي الحديد. لا في صوت، لا في صوت، في صوت. الان هو وينسبه إلى التشيع، يحاول التمويه هؤلاء الوهابية، وهو نقل من الجواهري صاحب كتاب السقيفة وفدك بهذا الإسناد. الآن هو ينقل من أين؟ على ما يخرج. فضل أبو النور لك المايك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصوت مسموع يا إخواننا؟ الصوت مسموع؟ ألو 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 ألو. الصوت نعم الحمد لله الصوت مسموع. يا جندب أنا ما عندي كلام في الحوار، لكن أنا عندي كلام في قوانين الغرفة، فأطلب من الإخوان شوية هدوء والالتزام بأخلاق الحوار من كل الطرفين. فلا تتركوا دكتور عراقي يقول أنكم غير مؤدبين وتسيئون إلى المخالفين. خلوا هو لوحده يسيء لأنهم هكذا في غرفهم، لكن لا تسيئون يا دكتور عراقي. شوف الله يا حامي الشريعة، والله أنا نقضته لأنه أساء إليك، وقبل أن يسيء إليك أساء إلى الغرفة. على كل حال التزموا يا إخوان، يرحم والديكم، التزموا بأخلاق أهل البيت وأخلاق الحوار وأخلاق وقوانين هذه الغرفة. تفضلوا. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. عنده صوت الآن عنده صوت. علي حسين تسمعني إن شاء الله؟ علي حسين الآن أنطاك أريد أن ينقل لي كلام نهج البلاغة من الخطبة من شرح ابن أبي الحديد. اي راح تجاوب. الآن أريدك تنقل لي الخطبة، هل من شرح نهج البلاغة أم من نهج البلاغة؟ هل من الخطبة أم من النهج؟ تفضل لك المايك. وين راح؟ اي مقدمتك على المايك يا عراق. الآن أريدك تنقل أمام العالم مو بالتدليس، هل تنقل الآن شرح ابن أبي الحديد أو الخطبة؟ اي تفضل لك المايك، يلا حتى يراجعوها الإخوان اليوم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء قلت لك خليني أجاوب أبو النور على ما قال. يا أبو النور، أولا أنا وأنت تعلم أنا لم أبدأ بالإساءة لأحد، بل أسيء لي من جندب ومن علي الحسيني، بل أسيء لك إذا كنت تقول أنك الأمر يشملك. صح يا أبو النور؟ معي أنت يا أبو النور أم لا؟ عندما تطاول علي الحسين علينا ليش سكتت أنت يا أبو النور؟ يا رجل أنا أرد عليك، أنا تكلمت بشيء أنتم قلتوه. ثم يا جندب أنت من بدأت الإساءة، أنا لم أسيء لأحد، أنت اللي بدأت الإساءة وبدأت تتلفظ على المايك والكل شاهد موجود. الآن يا سيد جندب أتيتك برواية من كتاب نهج البلاغة لعلي، هل كلام علي صادقا فيه أم أنك ترفضه؟ هذا السؤال لك. علي يمدح أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لا والله ليس كذبا، كل شيء ما يفتهم. طيب رد على يا علي الحسيني، رد على الرواية، ما إلك دخل بيه، أنا ما أفتهم شيء، أنا أكذب. طيب على العموم شفت يا جندب، هل هذه الخطبة، هل هذا القول موجود في نهج البلاغة يا جندب أم لا؟ أنت قلت صحيحة. اصبر يا جندب، جاوبني. أنت قلت صحيحة، ألم تقل صحيحة؟ لماذا يقال عني أني أكذب؟ لك المايك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شفتوا اليوم شلون اخوان هذا يدلس، يعني يقول انا قلت صحيحة ان هذه الخطبة. شفتوا شلون اخوان؟ انا الان اطلب من ابن العراق امام الناس الان المتواجدين هنا، هل هذا كلام عليا من خطبته ام ينقل ابن ابي الحديد من غير كتاب؟ انت شو تقول الان؟ راح ابين جهلك اليوم امام الناس. شوف اليوم ابين جهلك امام الناس. دقيقة البياتي، مو هذا الكتاب اللي نقل من عنده ابن ابي الحديد؟
اللي ابن أبي الحديد نقل من عنده هو صاحب كتاب السقيفة، هو صاحب كتاب السقيفة، نفس الإسناد. هذا ينقل ابن أبي الحديد ليس من الخطبة، من خطبة الإمام علي، ويضعها في نهج البلاغة من كتاب السقيفة وفدك بهذا الإسناد. يلا، رواه ابن أبي الحديد عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجواهري صاحب كتاب السقيفة وفدك بهذا الإسناد. يلا الآن جيب لي هذا ابن أبي الحديد من أين الآن ينقل. تفضل لك المايك. يا جندب اسمع، هذا الأمر تحاسبون فيه من وضع هذا الكلام في كتبكم، لا تحاسبني إلي، أنا أنقل ما في كتبكم يا رجل، روح حاسب إليه. واضح؟ إذا أنت مشكلتك ليست معي، مشكلتك مع الكتاب، مشكلتك مع من أوصل لك هذه الرواية، هذا القول مدحا في سيدنا أبو بكر. نعم، كتاب نهج البلاغة من كتبكم، وقال جندب أنه كتاب معتبر وأنا نقلت. مشكلتكم مو الشيعي. هل أنتم يا علي؟ الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. خلي نعلم هذا ما معنى الخطبة وما معنى أن ينقل ابن أبي الحديد من الجوهري صاحب كتاب السقيفة وفدك. راح أعلمه ما أعرف. سبحان الله سبحان الله يا أخي. هذا كلام من؟ هذا كلام من؟ كلام عليا أم كلام الجوهري؟ أي مو هذا إشكال عندك الآن أنت، مو مشكلة عندك بعقلك، مو مشكلة عندك بعقلك الآن أنت. ما أعرف أنا هذا. لا مو كتبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني تحتج علي بابن أبي الحديد والجوهري الذي هو من علمائك؟ سبحان الله. مو قبل قليل تقول أنا أحتج عليك بكلام المعصوم، مو قبل قليل أنت تقول أحتج عليك بكلام المعصوم من نهج البلاغة. الآن أنت تنقل من ابن أبي الحديد وهو ينقل عن الجوهري صاحب كتاب السقيفة وفدك. وهي مشكلة عندك. اي تفضل البيات لك المايك. يعني هاي الناس ايش قد مصيبة يا عراقي افندي عزيزي. اسمع عمي، نهج البلاغة بسمع انت غير تفتهم ولا كيف تهم، بس افتهم ايش بيك انت، اترك المعاندة اللي انت بيه، غير تفتهم شنو السالفة. نهج البلاغة كتاب شيعي صح؟ شرح النهج مو كتاب شيعي، الشرح جوا هذا مو كتاب شيعي، هذا علماء سنة جوي سووا شرح نهج البلاغة. يعني هسه واحد شيعي يجيب كتاب البخاري يقول شرح كتاب البخاري، يقول شرح الكتاب البخاري للعالم الشيعي معناه البخاري؟ مو معناه البخاري. بتفتهم لو ما تفتهم شنو السالفة؟ لذلك انا من البداية بس الاخوان ما انتبهوا، انا رحت بتعالج قلت لك انطيني رقم الخطبة، انطينا رقم الخطبة مال النهج. اذا جبت لي خطبة ورقم خطبة للنهج للكتاب الاصيل وتجي تستشهد به حقك، اما تجي تستشهد بكلام معتزلي بالشرح جايب له احاديث، هو جايب احاديث ما له علاقة بالموضوع، وتجي تقول كتابكم ده تفتهم لو ما تفتهم. فهمت القصة؟ شنو مشكلتكم؟ ولك يا احمق، نهج البلاغة كتاب شيعي، ابن ابي الحديد عالم سني معتزلي، ولك شارح هو بالشرح مالته واضح حديث. يا احمق، هذا شو له علاقة بالكتاب؟ يعني مثل واحد فتح الباري يعتبر هو البخاري؟ لأن أحمق، هل فتح الباري هو البخاري؟
البخاري كتاب حديث، فتح الباري شرح لابن حجر، شرح. ما يصير تجي تقول الفتح الباري هو كتاب البخاري، مو كتاب البخاري. يا ولك انت عندك اخلاق، لك انت لو عندك فهم واخلاق ما تجي تقول انت ما تفتهم كتاب نهج البلاغة علما يا احمق. كتاب نهج البلاغة علما، يلا كتاب نهج البلاغة علما من المؤلف؟ من مؤلف كتاب نهج البلاغة عند الشيعة؟ اعتذر للحمقى، لك انت جايب لي احمق، جايب لي قضية حمقية، عالم سني دا يحط بالشرح، تقول لي اذا انا الزمكم بشرح ابن ابي حديد واضع رواية؟ اكو عاقل يفعلها؟ ما عندكم اخلاق. لك بابا نهج البلاغة منو صاحبه؟ ابن ابي الحديد صاحبه لو عالم شيعي صاحبه؟ يا احمق جاوبنا. صاحب نهج البلاغة منو مؤلفه؟ ابن ابي الحديد مؤلفه لو غيره؟ انت جاي بالشرح مال ابن ابي الحديد تستشهد؟ لك انت صخر، لك انت بغل. هذا دينكم الهدرس. والله انك اجهل من حمار مال ابو بكر وعمر. دبسز ما تستحي، لك ما تستحي. وانا من البدايه قلت لك جيب لي ابن ابي الحديد يا احمق. والله باكر هم تجيب لي محمد عبده هم تستشهد لي بالشرح مالته. انا شيء علاقه بشرح